ويا هلا بنات، كيفكن؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. طمنوني عنكم كيف الأمور. ورجعت لكم فيديو جديد من نص الريف السوري. طبعا بعرف حالي كتير تأخرت عليكم وما عم صور لكم وكتير هيك تعليقات عم تجيني إنه ارجعي افتحي قناة واشتقنا لك واشتقنا لروتيناتك. خلي لي قلبكم يا عمري. طبعا هذا الفيديو أنا صورت لكم إياه بس كرمال انه يعني سلم عليكم وهيك وشوف حروفكم عندي بالتعليقات، شوف كلامكن الحلو. اقول هيك يا جماعة، انا عندي 4 صبيان وبنت وحيدة. جوزت ابني الكبير، يعني جوزته لبنت اختي، وصارت يعني اذا بدي الكون اقرب من بنتي لإلي. معقول كنا بتصير اغلى من البنت؟ بس بالاخير بعد 20 سنة. تابعوا معي هالقصة لتعرفوا كيف وليش. وصاحبة القصة طالبة منكم رأيكم وتاخذ يعني برأيكم، هي رح تراقب التعليقات. وبنهاية القصة رح تعرفوا رأيي الاستشارية. أنا مجوزة ابني الكبير لبنت أختي. أنا أقرب من أمها لإلها، يعني أنا ما بعتبر حماتها، أنا بعتبر خالتها. يعني ما حدا بيصدق قديش نحن كنا كتير هيك متعلقين ببعضنا، يعني ولا يعدلنا بنت أخت حماية. كتير كتير كنا متفاهمين لدرجة مو طبيعية. ولما بيصير معها بينها وبين ابني شي بتجي بتشتكي لي، فأنا بروح ما بيصير يا ابني غلط حرام من هذا الحكي. حتى طلعتنا على السوق، فوتاتنا، رجعاتنا، روحتنا على العزايم، يعني كل شي سوى لدرجة مو طبيعية. يعني حتى أنا الشي يوم من الأحيان بيصير معي شي ما بروح بفتح قلبي لبنتي قد ما بفتح قلبي لكنتي. لك ما بتصل ببنتي قد ما بتصل فيها وبحكي معها وبنضحك وبنمزح. كتير جاي عقلي على عقلة. ما بتنزل اللقمة بأكلة طيبة إلا تكون هي موجودة، وهي نفس الشي، بس تعمل أكلة طيبة أو تعمل شيء لازم أكون أنا موجودة. عم إلكن علاقة مو طبيعية، وبقلكن ابني كتير مبسوط إنه مرته وأمه كتير متفاهمين لهي الدرجة، مو مصدق حاله. لك لدرجة إني كنت علمة عليه لوينك المسويات، بس يجي جوزك بتمدي إيدك على جيبته بتاخدي المصاري، عنده 500 بتاخدي 100، عنده 1000 بتاخدي 200. كنت هيك بقول ابني إيده فاروطية، بقول أنت ما صحت لك فرصة مدي إيدك وخدي مصاري. لك أنا اللي كنت علمه. ولما كانت تجي تشتكي لي منه بتصل عليه بقول له وينك، لعد تجي لعندي ولعد بتجي لعندك، وبغضب عليك وبزعل منك. بقول لك ليش راح اشتكت لك؟ بقول له اذا ما اشتكت لي الي لمين بدها تشتكي، ويا ويلك تزعلها مرة تانية. والحمد لله اولادي هدلونيك ال3 كمان مجوزتهم ومن احلى عيال ونسوان ما شاء الله عليهم. وكانوا دائما بيقولوا له انه لان هاي بنت اختك هيك دائما ميزتيها عنا، ليش هيك عم تعامليها، ليش هيك انتو؟ بقولهم لا والله بس لانه هيك عقله اجى على عقلي. وكنايني هدلونيك لا والله ما هن سيئين، بس انا يعني بتفهمني بفهمها. وفجأة هي كنتي اللي هي بنت اختي صارت تنتفخ بطنها، صارت دائما رايحين جايين على الدكاترة، يعني اجتها المرضى فجأة، ودائما تعبانة وبالمشافي مقضينها وعند الدكاترة. فمفكرين انها تروح لحالها، لا والله انا اللي باخدها بايدي. وعلى خدت بهالمصاري انه مشان الدكاترة يعرفوا شبهها، ما كانوا يعرفوا. والله زعلت عليها من قلب قلبي، حتى قمت صرت قوم بنص الليل وغيم الليل كرمال اني ادعي لها وابكي وادعي وابكي وادعي. الا بيوم من الايام بعد ما خلصت الصلاة ما بعرف شو بخطر لبالي اني بدي اتصل على اخوها وشوف شو صار معها او كيف صارت. يعني تقريبا صارت الساعة 7:30 8، وقل له أمانة خلي أختك تروح على شي شيخ تشوف حالها بترقي حالها، لأنه ما خلينا لها تحليل، ما خلينا لها طبق محوري، ما خلينا لها شي، ما خلينا شي حتى نعرف شبهها، وما كنا نعرف لأنه ما عم ترضى معي. أنا عم قلها روحي على شيخ، خلينا نروح، خلينا نجي، خلينا نرقيكي، ما عم ترد علي، بلكي أنت ترد عليك. يعني بقول له والله الشيخ اللي رح تروحي عليه مستحيل يأذيكي، يعني في شيوخ بتمشي بالدين بتمشي بالشرع، يعني ما رح تسوي شغلات لأنها منيحة. وهي كانت كتير دينة لدرجة مو طبيعية، كانت دائما مخمرة، كان لابسة الكفوف، كانت بتروح كل يوم مثلا على الجامع بتتعلم قرآن. الشي اللي خلاني خاف عليها أكتر كانت دائما تحكي لي شغلات غريبة. كانت تحكي لي يا خالتي كنت بشوف جوزي هيك بيفتل عندي بس قايم بده يخنقني، هيك مفنجر عيونه. كانت تحكي لي هيك شغلات كتير مخيفة. أنا ما عم أحكي لكم عن كنت تكون كانت صغيرة أو هيك، لا يعني كبيرة وولادها كبار وواعية، يعني عرفانة شو يعني شو عم تحكي. يعني ولادها الكبير سنة 3 جامعة، الأصغر واحد عندها بكالوريا، يعني ما هن صغار ولادها.
المهم قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد في شي من هدلونيك عاملين لها شي، أو إنه مآذينها أو مكبية مي سخنة، أو داعسة مثلا على شي ما إنها مسمية. وكنت روح لعندها، لك شو تعزيل، لك شو تغسيل سجاد، لك شو تعزيل مطبخ، لك شو طبخ. كنت دائما قايمة بالبيت بقولها لا، كنتي بقولهن يعني لبنتي وكنايني بقولهن لا، كنتي بدي اروح لعندها، بدي داريها، بدي اشوف شبهها. لك حرقة قلبي من جوا، حرقت لي اياه. لك مو اختي يلي هي امها، لك ما بتقرب ولا كأنها موجودة، ولا كأنها موجودة، ولا بتقرب ولا سائلة عن هالقصة كلياتها من اساسها. لك كل يوم لازم اتصل فيها واطمن عليها وشو صار معها، وراحت واجت وشو شالت وشو حطت، ودير بالك بتمدي ايدك ها وانتي نفسيتك تعبانة يا عمري ويا قلبي ويا حياتي، ومن هذا الحكي. وفجأة صرت اتصل فيها وما كانت ترد علي، لا بالليل ولا بالنهار ولا الصبح ولا الظهر. بقول بجوز تعبانة نايمة، بجوز ما إلها نفس، بجوز مو سمعانة الجوال. بتصل على اولاد ابني وما بيردوا علي، لا هن ولا امهم. بتصل على ابني بقول له شو شبه مرتك، ليش ما عم ترد علي؟ بيقول لي يا امي تعبانه، نفسيتها تعبانه، نايمه، مرضانه مثل قبل، ما عم تتحسن. قمت رحت من الصبح تاني يوم لعنده، بدي اشوف شبه ليش ما عم ترد علي. بقول شبكي تعبانه مرضانه، شو ليش ما عم ترد علي؟ قلت لي ما فيني شي هيك بدون نفس. قال ما فيني شي هيك، تعبانة مرضانة. نضل قلبة خلقتها فيني. المهم بعد يومين 3 بدي اتصل فيها بطمن عليها، كيفك شو اخبارك، ولا ترد ولا تلطشني ابدا ابدا. يمرق اسبوع اسبوعين وما بترد، لحتى سمعت ابني واخته يلي مجوزته لبنت اختي في بيناتهم مشاكل، وخدوا وردوا وصدوا انه عم يتناقروا في بيناتهم شي. اتصلت ببنت اختي يلي هي اخت كنتي، اتصلت فيها قلت لها اختك شبه خير شو فيها؟ قلت له ما عم ترد علي شبهها. قال والله ما بعرف، بتعرفي هي مرضانة وتعبانة ونفسية تعبانة، ومن هذا الحكي. فرجعت اتصلت باخوه يلي قلت لكم عنه انه بده ياخدها على شيخ وهيك. قلت له يا حبيبي يا عمري يا قلبي، قلت له والله ما بدي شي منكم، بس خدوا لي اختكم على الدكتور، بدي اطمن عليه، والله قلبي حارقني عليه. قال انت لك بس تتركينا بحالنا ولا حتى تتصلي فينا ولك حلي عنا وشو بدك منا؟ قلت بسم الله ليكون مخربط هذا، ليش هيك عم يحكي معي بهي اللهجة؟ شو عملت له ليش انا؟ وفكركن سكت له؟ لا والله، رديت الصعصاعين وما خليت عليه كلمة، لا هو ولا أخته، مسحت فيه الأراضي وسكرت التليفون. ورجعت اتصلت بابني قلت له ليك طلع فيني، بيا تحكي لي مرتك شبهها، يا أما بيجي بمسح فيك الأراضي أنت ومرتك. قلت له هيك أخو مرتك حمل فيني، يا بتقلي يا بيجي بحاسبك عندك. عاد ابني هاد قد ما بقلكن مرضي 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 لدرجة مو طبيعية، الله يرضى عليه، وبيخاف على زعلي بتقولوا هاي كذابة. قال لي يا أمي والله ما بعرف شو بدي أقلك، أنا ماني حابب أحكي معك بهي القصة، بس أنتي جبرتيني، أنا ماني مصدقة هي القصة. لك قلت له لك أحكي لك شو في، لك هبطت لي قلبي، أحكي شو في. أخوه سمع كلمتي وأخذها على الشيخ. قام الشيخ قايل له حماتك، قايل لك أنتي حماتك هي اللي ساحرتك وبدها تدمر لك بيتك، ومو مخلي كلمة علي مو حاكي لها إياها. قلت له شو هالحكي وانتوا صدقتوا هذا الحكي؟ قال والله صار لي من يوم اللي اجينا من عند الشيخ وانا عم بقنع فيها، وامي مستحيل تعملها، وامي بتحبك، وما كانت تقتنع، تعي اقنعيها للي عندي. انا قلت له ما عاد بدي لا اشوفك ولا شوفها، وانا عم قل له هيك ما اشوف لكم الا ابني، مشان الله يا امي لا تزعلي مني، ومشان الله وما بعرف شو من هالحكي هذا، ولا ابدا تنهزي ويصير لك شي وتروحي فيه، والله ما بتستاهل. مرتك إذا بتدوس هذا البيت لأكسر لها إجرها، وما حد بدي يشوفك لا أنت ولا هي. وأنا سكرت التليفون، ويا دوبني سكرت التليفون إجا لابني ركض لعندي، ومشان الله يا أمي وما بعرف شو، وأنا آسف وخلص إذا بدك هلأ بطلقها. قام الشيخ يلي رايحة لعنده طلع قايل لها، يعني ما قايل لها حماتك وبنت حماكي عاملين لك سحر، لا، قايل لها بدك تروحي على البيت، وبس تروحي على البيت بتنامي واللي بتشوفيه بمنامك هو اللي عامل لك السحر. قام دغري رايحة حاطة راسها ونايمة، قام شايفتني أنا وبنتي بالمنام، قام قايلها يعني مصدقة هذا الحكي ومصدقة الشيخ، وبصر لي عم بقنعها يعني من وقت اللي اجينا من الشيخ وما كانت تقتنع يا أمي إنه أنتي وأختي ما إلكن علاقة. لا ويلي قاهرني انه ولادها انا اللي مربيتهم، لك الي حصة فيهم اكتر من امهم، لك انا اللي مربيتهم وانا باخدهم وانا بطلعهم، لك انا بحن عليهم، انا اللي بجيب لهم، وهيك بيعاملوني بالنهاية. ويلي قاهرني اكتر ابنها الكبير متخرج من
مدرسة دينية يعني بيخاف الله وبيعرف الله، يعني ما لازم يصدق هذا الحكي كلياته. ايه عليك طاعة امك، ما اختلفنا، امك ولازم تاخد رضاها، بس انا كمان ستك، انا اللي مربيتك لك، انا كنت بحن على امك اكتر ما حن على كنايني وبنتي اكتر شي، كنت هي كانت معلقة بروحي، ما لازم تصدق هذا الحكي. انا اللي كنت روح اقعد عند الاولاد، انا اللي بطبخ وانا بنفخ وانا بساوي وانا بشيل وانا بحط وانا بغسل، وانا شو بدك يا قلبي وشو بدك يا عيني وشو بدك يا حياتي. ابدا كنت اترك بيتي واروح لعندهم، يعني على قد ما كانوا محبتهم بقلبي، وانا عم اقوم بكل شيء. يعني مثل ما قلت لكم اختي ما بتقرب ولا بتلمس شيء، ولا كانه اذا بنتها مرضانه ولا فيها شيء ما بتقرب ولا سأل على هالقصه. لكن لما كنا ناخدها على المشافي وعلى الدكاتره وبرات البلد وجوات البلد وعلى العاصمه وعلى الضيعه، ما خلينا دكتور، كل ما نسمع بدكتور ناخدها لعنده، بيقولوا لنا ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما انها مرضانه، خدوها على البيت، حرام تضلوا تاخدوها على الدكاتره. الا بوز المدفع هذا الشيخ اللي حكى لها هذا الحكي. المهم شو عمل له، شو عطاها، ينعطى لطشة هو وهي. المهم طابت. المهم أولاده بعد ما صدقوه، وحتى ابني شو بدي أحكي لكم على ابني، قديش بزعل عليه وبيقطع لي قلبي. يعني ابني كمان محروق قلبه إنه كيف هي أولادها عم يعاملوني بهي الطريقة. يعني ما كان يصدق كيف كنا روحاتنا جياتنا ضحكاتنا مزحاتنا، كانت كل اللي حوالينا حاسدين على هذا الشيء اللي نحن فيه. ما كان يصدق إنه شو صار فينا. شغله الحمد لله رب العالمين كان منيح وحاسس حاله كان بالجنة. والله يا جماعة هالعمر كله ما زعلت منه ولا يوم هي كمان زعلت مني. لا، وما اللي قهرني بس هذا اللي قهرني، انه مو حتى بس اولادها بدها تبعتهم لعندي يعني مانعتهم، لا حتى ابني ما بدها اياه يجي لعندي ويشوفني. وكيف قانعة ابني انه ليك امك العمل اللي عاملته من نظرة العيون من سلام الايد بينتقل من واحد لواحد. واساسا امك شربتني الدواء يوم اللي رحنا على السيران على البحر هديك المرة، هي شربتني، وهي بالفعل يعني كانت مرضت بوقتها، يعني بهداك الوقت مرضت كتير، وبطني وراسي واجري وما بعرف شو كانت تشتكي وهيك. ما انا كل العمر عم بطبخ لك وانفخ لك وشيل لك وحط لك، يعني ما حطت لك سحر الا يوم اللي رحنا مثلا على السيران بهداك اليوم. ولا وشو كانت قناعته كمان، انه اذا انت ما انسحرت من امك انا بتعب، كل ما بتروح لعند امك انا بتعب. وبالفعل كل ما كان يجي لعندي بتتعب وبتمرض وراسها بيوجعها وبطنها بتوجعها، وبتبلش تحكي لكم من هذا الحكي اللي بتعرفوا النسوان كلها بتعمل هيك حركات. بنتي قالت لي ليلو بس تجي لعند امي، يعني لا تحكي لها انه انا رايح لعند امي، انه هي شو بعرفها انت طلعت من البيت وشو بعرفها اجيت لعند امي ولا ما اجيت، وشوفها بتمرض ولا ما بتمرض. وبالفعل صار يجي لعندي بدون ما يقله، وبس يرجع على البيت مثل القردة ما في شيء. وبالفعل ابني صدق انه هي اللي عم تعمله هذا الشيء يمكن غيرة او وسواس او شو كان ما بعرف. المهم يعني ابني صدق انه هذا كلياته تمثيل، وليش ومشان شو ما بعرف. لا وما وقفت على هيك، ابنها الكبير شايفني بالمنام انه كمان انا ساحرته، واخوه كمان شايفني بالمنام. لك ايش بكون، ايش ما نامت سيدنا يوسف، ايش بكون طولوا بالكم. الله وكيلكم شي بيقهر. ولما صارت تمنعه انه ابني يجي لعندي وهيك، ابني راح سأل شيخ عالم وهيك، قال له مرتك ما بيجوز تمنعك، لو بتعرف الله ما بتمنعك من امك وتصدق هذا الحكي، ولو شو ما صار لو شو ما كان ما لازم تترك امك وتتركها. والحمد لله ابني سمعان الكلمة، بس انا اللي خايفانة منه لبعدين. المهم هون المخلوقة عم تاخد رأيكم وتسأل وتستفسر، وعم تاخد رأي استشارية بكل قصة رح تعطينا رأيها هي المخلوقة، هي الاستشارية. فشو بتقلها الاستشارية؟ انت اكتر وحدة محظوظة بهي الدنيا. بتقلها رب العالمين بين لك اياها على حقيقتها. بجوز كانت تضحك بوجهك، عامل حالة منيحة، عاملة حالة بتحبك، بجوز كانت حابة تبين هي بين كنينك هي الأحسن، هي اللي بتحبيها، هي اللي بتميزيها عنهم، بس فجأة رب العالمين حب يبين لك إياها هيك فجأة. ابنك خليه تحت جناحك، وهي لا بدها تبين ولا بدك تشوفيه إن شاء الله بالناقص، بالعكس بجوز اللي جيته لعندك أحسن، يعني أحسن إلك. لا تضل تقولي كنتي متدينة، حاجة بتخاف من الله، هذا كله مظاهر. الدين أخلاق ومعاملة، ما الدين شو عملت وشو لبست وشو أخذت وشو جبت وكم جزء قرأت، لا هذا كله بتعمليه لحالك. تفرجين تطبيق على الأرض الواقع، كيف المعاملة مع الناس، كيف الأخلاق، كيف الحكي، وشو بتآمني وشو بتصدقي. قالت لعيش حياتك وانبسطي، في عندك أولاد غيره وعندك كناين وعندك أحفاد،
وبنتك وافرحي بولادن، وهدليك الحمد لله الله بين لك إياها على حقيقتها. والاستشارية ردت وقالت لها للمخلوقة من وراء قصتك بصدق شغلة كتير كتير مهمة، هي الحسد. بجوز المخلوقة تغيرت ايه، بس ما بيقول العين بتصيب والحسد عن جد بيصيب. بجوز على قد ما كانت علاقتكن حلوة وإنه هي كانت مفضلة عندك عين وصابتكن، إنه عن جد علاقتكن يعني بالمرة هيك بتصير، وهذا شي وارد بالدنيا بيصير. هون بتكون خلصت قصتنا. وانتو برأيكن هالمخلوقة شو بدها تعمل؟ شو تساوي؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. وإذا عجبتكم القصة ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وبتمنى يلي بتحب تحكي قصتها كمان بدون ذكر أسماء طبعا بتحاكيني، ومشان ترجع قناتنا مثل هذيك القناة وبتعلى أكتر وأكتر بهمتكن وبدعمكن الحلو، وربي يخلي لي إياكن.